من المواطنين شيعت اليوم بالمقبرة المركزية في العلمة بولاية سطيف جثامين المتوفين في الحادث المروري ببومرداس. وشارك في مراسم التشييع بأمر من رئيس الجمهورية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، الذي قدم واجب العزاء للعائلات في وفاة ضحايا الحادث المأساوي. الجنازة عرفت حضور جموع غفيرة من المواطنين قادموا من مختلف مناطق الوطن في مشهد يعبر عن روح التضامن والتآزر بين الجزائريين في مثل هذه المواقف. وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر. وكان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد والله يرحمهم سبع خويا ربي يرحمهم هذو مساكين. ما تبكيش خويا ما تبكيش ربي يرحمهم ما تسولش يا شيعت جثامين ضحايا الحادث المروري الأليم الذي شهدته ولاية بومرداس إلى مثواهم الأخير في أجواء جنائزية مهيبة قيم عليها الحزن والأسى. وشارك في مراسم التشييع جموع غفيرة من المواطنين إلى جانب السلطات المحلية والولائية وممثلي المجتمع المدني الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء ومواساة عائلات الضحايا في هذا المصاب الجلل. وقد سادت الجنازة مشاهد مؤثرة من التضامن والتعاطف الشعبي الذي يعكس تلاحم الجزائريين في المحن وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للموتى وللجرحى بالشفاء العاجل، وتأكيدات متجددة من الجميع على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والردع للحد من فواجع حوادث المرور على الطرقات.